السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء المحترمين، تحياتي ليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم انصر أهلنا في فلسطين نصرك العزيز المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. قسما بالله، قسم أحاسب عليه، أنا ما أنا زعلان نهائي. لأول مرة ما كنش زعلان على خسارة بطولة، حتى لو هي بطولة عالمية قارية محلية عالمية مهلبية بليلية أي حاجة. خسارة الأهلي النهاردة خسارة مستحقة، وفوز الزمالك النهاردة فوز مستحق. من الآخر، خد من الآخر، لا نفاق ولا تطبيل ولا تدليس ولا أهلاوي وأفتخر، وأهلاوي 100%. بس لازم نقول كلمة الحق قولا واحدا، ما نبقاش وحشين ونطلع نقول حلوين، ما نبقاش وحشين وزي الزفت ونطلع نبرر ونقول كاني وماني. لا، احنا وحشين زي الزفت. الاهلي ما راحش السعوديه، اسوأ مباراه يديرها كولر، واسوأ مباراه لمعظم اللعيبه بالكامل. لعيبه النادي الاهلي خارج الخدمه. امام عاشور ما كانش ينزل الشوط الثاني نهائي. اسوأ لاعب هو حسين الشحات. وانا نبهت وقلت قبل كده يا جماعه، الواد ده بيحتفظ بالكره كتير، الواد ده بتاع شو، الواد ده بتاع لقطه، لازم يتقرص عليه، لازم تتك عليه. لا، قفشه لو لعب من بدايه المباراه زي ما قلت امبارح كانت فرقت كتير. وبعدين اداره سيئه جدا من كولر. ما حدش يتكلم بقى بصفقات، ما حدش يتكلم بقى في البخل وما البخل. هو انت بتلاعب ريال مدريد؟ هو انت بتلاعب السيتي؟ الزمالك تعظيم سلام شابوه، حاول. الزمالك كان عايز يكسب، الزمالك لعب الشوط الثاني عايز يتعادل ويكسب، مش يكسب بس، مش يتعادل بس، ويستحق وشابوه. الكأس الإفريقية، السوبر الإفريقي راح لمن يستحق، والأهلي لا يستحق قولا واحدا. وللمرة المليون أهلاوي وأفتخر، والأعظم نادي في الكون. بس في حاجات لازم تترمم بسرعة، لازم تتظبط بسرعة. إدارة التخطيط والخطيب وكله يشتغل. ده احنا داخلين على يوم 29 أكتوبر على العين، هتهرسك. العين الإماراتي بالشكل ده هتهرسك، ورايح تلعب كأس العالم هنا وهنا وهنا وهنا، كأس العالم للأندية. لا بالشكل ده، لا 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 لا. صحيح ضربات الجزاء ضربات ترجيحية، يعني بيلعب فيها الحظ دور كبير جدا، بس انت ناقصك التركيز اللي انا نوهت عنه وكلمت عنه. ركز، اوعى تزيد في الثقة، اوعى تفتكر ان انت كبير. الكرة ما فيش فيها كده. وقلت ونبهت وقلت قسما بعزة جلال الله، انا قايل امبارح ان ممكن غلطة ساذجة من اي مدافع تحول المباراة، وقد كان. رامي وياسر، رامي تقدم وياسر، والفزلكة بتاع يحيى عطية الله اللي بيلعبها بكعبه عشان مش ما تلعب قدام، ما تلعب قدام يا عم الحاج. وياسر ابراهيم كالعاده، انا كنت متخوف من ياسر ابراهيم. هي عادته، الواد قطم وسبقه بخطوتين وحطها، وكان ممكن يتعامل مع الشناوي اكتر من كده. في حاجات كتير لازم تتظبط. مش زعلانين، بطوله وخلاص. هم بقوا الخمس بطولات، يعني زادوا عن رامي ربيعه ببطوله واحده، رامي معاه 4. احنا عندنا 8 بطولات، كانت هتبقى التاسعه، ما فيش مشكله، ما فيش نصيب. وانا قلت امبارح تتشقلب تتعقرب تعمل اللي تعمل فيها قرد، ربنا اللي كاتبها، وهم لهم نصيب ويستاهلوا. اجادوا يستاهلوا، اجادوا يستاهلوا. مبروك للزملكاويه المحترمين فقط. قلالات الادب وبطوله اللسان لن نقبلها، بنبارك بكل احترام وادب. فالاهلي ما حدش يزعل، اوعى حد يزعل ولا يكتب، ما يستاهلوش، ما يستاهلوش اللعيبه اللي ايه، امام عاشور وحسين الشحات وكولر اكبر غلطه عملها يطلع مروان عطيه اللي ماسك خط النص بيقطع وبيعمل وبيسوي، ويسايب اكرم توفيق اللي عنده انذار ممكن يطرد.
وجاله اصابه في الضمه، يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم انت ما لعبتش داري ليه في الشوط الثاني او كده؟ يا عم ما نزلتش بدري ليه؟ عموما لا تندم على اللبن المسكوب، خلاص انتهى اللبن، وقع وخلاص. ما لم بقى، لم نفسك وشوف نفسك وظبط نفسك. عايزين مهاجم مع وسام اللي ضيع ضربة جزاء، قدر الله ما شاء فعل. هو سددها في الشوط الأول وضيعها في ضربة الجزاء. شغل ربنا بقى، شغل ربنا سبحانه وتعالى، لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. ولو ما لو كنا لعبنا حلو وفقدنا كاس كان ممكن نزعل، انما انا ما لعبتش حلو خالص، انا ما حضرتش المباراه الا في دقائق معدوده لا تتعدى تلت ساعه في المباراه بالكامل. نزل قفشه، نزل القسطى، نزل القسطى من بدايه المباراه. قلت امبارح ما تبداش بامام عاشور، امام بيمسك بالكوره واللقطه والشو، وحسين الشحات زي ما يكون الكوره بتاع اهله، هو جايبها معاه من البيت وهو جاي، مش عايز حد ولا عايز يباص ولا عايز. نزل طاهر، طاهر اللي الناس كلها كانت بتنتقده وعايزين يمشوه، وانا قلت طاهر لاعب كبير، نزله. بيهرب، هجام، بيضايق الباكات وبيجري، وعنده ضغط وعنده يعني اصرار وتحدي، نزله بدري. لكن في النهايه ما نستحقش الفوز، الكاس راحت للي يستحقها، ومبروك للزملكاويه المحترمين اللي على راسي من فوق. ما فيش حد اهلاوي يزعل يقول لك انت طلعت ابارك. فريق لعب وجاهد ومغلوب 1-0 لغايه الدقيقه 70 وما فوق، وبيلعب ومستحوذ وبيهدد مرماك مره واثنين وثلاثه، وحاول عايز يكسب وعايز ياخد الكاس، مش عايز يتعادل، ده عايز يتعادل وياخد الكاس. انما انت تراخي واهمال واستهتار وثقه زايده، وانت الاهلي ويقعد يعمل لي كده ويقعد يعمل لي كده. ايه يا عم، ايه يا عم الحاج، فوق فوق والله. يجازي بقى احمد بلال وغيره وغيره اللي طلع يقول كاني وماني ونستحق وبتاع. انا طلعت وقلت هنستحق وهيجي لنا ضربه جزاء بناء على الماتشات اللي احنا شفناها، بناء على الماتشات اللي احنا شفناها للزمالك، وبناء على الماتشات اللي احنا شفناها للاهلي. فانا قلت ان احنا الاقرب، مصر كلها كانت تقول لك الاهلي كان الاقرب، لكن سبحان الله الكوره ما فيش فيها كده. فانا ما غلطتش ان انا اقول ان الاهلي هياخد البطوله، ما غلطتش، ده معطيات وعلى اساس ان احنا شفنا اداء واستقرار وكل، بس ده ما هوش مش مع لعيبه النادي الاهلي المتخاذله، معلش، من كده لعيبه النادي الاهلي المتخاذله اللي ما تستحقش حتى الميداليه الفضيه، ما تستحقش انها تيجي في ده دول لازم يروحوا في قطر، ما يروحوش في طياره. احنا لو لعبنا صح ولعبتوا وخسرتم بسبب بقى ومن غير سبب بس اديتم، هنشيلكوا على راسنا. انما كده مالكوش عندنا جمايل، مالكوش عندنا جمايل، احنا جميلنا عليكم وخيرنا عليكم. فالكاس زملكاويه ويستحقوه، والف الف مليون مبروك. نداوي ونرستق ونرمم ونشوف الناقص ايه ونجيب ونفك الكيس. انا صحيح بزعل لما حد بيتكلم، بس لازم انا اقول برضو نفس الشيء عشان ما حدش يقول لك ايه ده بطبل وما بطبلش. انا ليا في التبطيل ملعون ابو اي حد يزعلني من الاخر. يلا سلام.